Welcome to the Magic Circle Musing Podcast Season 2 and Episode 2. وين اليوم باش نحكيو على موضوع ياسر interesting ونتصور interesting برشا عباد تبع فيا وللشريحة العمرية سورتو اللي متواجدة في الكوميونتي متاعي، رغم اللي أنا متأكدة اللي هما أكبر برشا وإلا راهم تخرجوا، لكن ديما يقعد السوجي هذايا مازال محفور حياتنا ومازلنا ما تعديناهش. We did not move on برشا من الحكاية هذيا واللي هي القراية. Now studying has been the journey for me. كأنها roller coaster. I love studying. I like studying. To these days, not feeling anything towards studying. إجينا نحكيو شوية كيفاش بديت الرحلة على القراية. كيما تعرفوا لي سيستم إدوكاتيف نتاعنا في تونس يخليك تقرا 18 سنة فول تايم جوب. هي ماهيش جوب، ما هي فول تايم جوب وتتعب فيها أكثر من فول تايم جوب، على خاطر الفول تايم نتاعها مش 8 سوايع كهو، الفول تايم نتاعها عادي يقدر 10 نتاع الليل ويبدا 4 تاع الصباح. Honestly, I've been offered the greatest opportunity that I was comforted by being in a private institution. هذا لا يمنع إنه the public schools are really good. A lot of successful people graduated from public schools and we cannot deny this. لكن because of my personality, because of my needs, because of my introvert personality, I think this was the best choice باش إني بالحق نقرأ في private institution. فبديت نقرأ في الانستيتيوشن هذيا العامين الأولانيين، لكن ما كانوش هما العامين الأولانيين بريسكولير اللي قريتهم. In fact قبل عديت عام في روضة هذيا كان زادا بريفي، لكن I went through one hell of an experience. And this is why even private institutions have a lot of problems. العام هذيا تعرضت للتنمر. فما بروفة كانت ما تحملنيش، تحبنيش بأي طريقة ممكن ما تحبني، وما نعرفش علاش، رغم اني ما عندها حتى مبرر انها ما تحبش طفلة في عمري انا وقتها، اللي هو عمري وقتها كان 3 سنين ظهر لي ولا 4 سنين، وكانت تتفضل عليا طفلة أخرى، والطفلة الأخرى وقت اللي أنا نبدا صحاب معاها تكون معايا نورمال البروفة هذيا، تعارك مع الطفلة هذيا ولا تصير حاجة بيناتنا مشيت فيها، ونتفكر لي أنا عمري 3 سنين عاقبتني، العقاب هذيك توكي نغزلو من المنطلق الجديد أو من المنطلق العادي أو النورمال، مكانش يليق بعقاب تاع وحدة ب3 سنين. And I have a nephew and I know how he's being punished or like they trying to make him behave وقت اللي هو عمره 3 سنين. I know the method and that method that was applied to me was catastrophic. العام هذيك من روضة خرجت بيه zero knowledge. Zero. Which made me feel so stupid when I did the test to enter the next opportunity. It's also a private institution but it's a better one. I still remember اللي هما عطاوني تيست باش يشوفوا قدراتي معناها ومش يحطوني، وسيبوزي كنت نجم وقتها ندخل السنة الأولى. ظهر ما كانش عمري 3 سنين، كان عمري 4 ولا 5 سنين حسيلو، كنت كبيرة كنت نجم ندخل السنة الأولى. They did not allow me to do that. دونك خسرت عام من حياتي على خاطر I had zero knowledge. متاع كي وراني تصويرة الحصان وقال لي شنو هذا، I had no idea، ولتو نتفكر تصويرة الحصان I was looking at it ما كنتش نجم نقول له حصان على خاطر ما نعرفوش. يعني أنا شنو تعلمت في الروضة هذيك ما نعرفش. Both the years اللي عديتهم في الروضة هذيك الثانية قبل ما نتعدى للبريمير كانوا بالحق طيارة. بديت نتعلم فيهم لونجلي، فرنسي، عربي، ميم شوية سيونس، وعملت فيهم تياتر. ومن هنا بدا اكشلي الغرام بالريل ثياتر، خاطر انا ديجا مثلت قبل في الروضة اللبنانية، ولكن هذيك اكسبيريونس ما نحبش نحكي فيها. يمكن كان نعمل لكم بالحق فيديو على التياتر من اول للاخر نحكي لكم عليه، خاطر زيدا في اللحظات هذوكم تعرضت لمواقف الدولة اللي نسيتهم. دخلت البريمير كانوا فيه برشا بروفيت باهيين الحق، كان عندي باز باهي على الاخر، معناها كنت نقرا بالكدا وكنت ديما نجي الاولى. كي ما جيتش الاولى انا جيت الثاني، اما جيت الثاني ب 19 و 18. And this is not to flex by the way. I realized بعد معناها كي كبرت تو اللي 19 ولا 18 مادامك انت تحب تقرا جيبها، مادامك انت ما تنجمش it's not the end of the world. يعني كي ما نجمش تجيب 19 it doesn't mean that you're bad ولا you're not smart. كي حبيت تجيبها اللي انا وقتها بالحق حبيت و I was so obsessed with grades و none forced me, it was just me. وانا وقتها نحب نجيب 19 و 18
وكانوا يعطيونا دي كادر كبار لايك فريمز كبار فيهم الشهاده، وكنت ديما طموحي اني ناخذ الشهاده ديك لدرجه اني عرست منهم زوز كراضن وطايشتها بجد طايشتها. حاسيلو في الكاتريام اني يمكن كان هذاك احسن عام عندي، كانوا عندي احسن بروفيت وحليهم، وكنت فما بروفة الفرنسي. بروفة الفرنسي ياسر وقتها باهية على الاخر وتحبني وتحتويني و I really felt لي انا I was going to get better في الفرنسي، وكانت ياسر تحبني وياسر عاونتني برشا باش اني خدمت. والعام هذاك كنت ياسر باهية في الفرنسي. نجي 5 اني، وعلاش انا نحكيكم في الفرنسي كهو على خاطر اكثر لي زيكسبيريونس نتاعي الخايبين كانوا مع الفرنسي، مع بروفيت الفرنسي. الكاتريام اني كنت تتفرج فيا هكا somehow البروفا نقولها محليك و think you were the last good French memory for me. السانكيام اني جات بروفا مهما نعمل في الدنيا هذه ما ترضاش، مهما نخدم مهما نعمل ديما ناخذ في 15 وفاش في البرودكسيون اكري. اوكي ذا فاكت هي المشكله فين؟ المشكله مش هذايا النيفو نتاعي كيما هي قالت لي، كي انا سالتها قالت لي هذاك النيفو نتاعك، لكن ريالمون ما كانش هذاك الموضوع. في البرودكسيون اكريت انا وقتها كنت نعمل على روحي ونعمل على معلوماتي ونكتب وحدي ونستعمل حاجات من عندي من خيالي، كيما ديما نكتب ديما في العربيه في الانجليش، انا ناخذ العبارات من عندي وانا نكون الجمل من عندي. لكن كانوا فما عناصر في الكلاس كنت تحبهم اكثر مني. علاش؟ على خاطرهم هالعناصر هذوما يقراو برشا كتب ويدوروا برشا السنتنسز هذوكم ويكتبوا، وبالطبيعه هما حافظينهم، معناها مش جايبينهم من مخاخهم. معناها تلقى واحد عمره 5 سنوات مش 5 سنوات في السنه الخامسه يكتب لك في كوتس من عشرة مولير ولا بتاع. انا يا اخي انا بالنسبه لي انا هذيك حاجه غلطه، سامحني. انا عمري في الوقت هذاك يمكن 10 ولا 9 سنين وانت طالب فيا باش نحفظ مولير ولا شكون، ما نحفظهمش. انا I use my own sentences. انا نحب نتعلم اللغه باش انا نعمل my own sentences. مثلا كيما انا كرهتني في حياتي، كرهتني في الفرنسي، ما عاودش خدمت الفرنسي. جا سيزيام اني واللي هو فما كونكور هذاك انا من الاول ما حبيتش ندخل، وبعد اوكي دخلت مش مشكله وعديت. العام هذاك سي بون انا I was deteriorating في الفرنسي لدرجه كبيره، وكنت دخل لي في 8% نعرف نحكي سافا نقولوا نيفو بي 2. جات نيفو A2 من العام هذاك، جات نيفو A2 لكن البروفا كانت يسرى محلاها وشي was trying. وقتها انا سي بون البلاي نتاعي بدا يطلع على الاخر وما عادش نتفكر حتى شيء بالفرنسي. مسكينه البروفا كانت تعاوني لدرجه انها عادي تقول لي ميساج قول لي بالانجلي ولا بالعربي تنفسرها لك وتنترجمها لك وتنعاونك. she was so good لدرجه اني بزرت معها في فيسبوك محليها البروفا هذيك. ان توكا سيزيام اني كاين لي ذكرى باهيه برشا، بروفيت الكل كانوا باهيين، واكثر واحد نتفكروا اللي هما بعد الجورني هذه الكل ب 18 سنه من البروفيت اللي قعدت نتفكرهم اليوم. دونك سيزيام اني تعدي لي باهي على الاخر، وجبت موين باهي في الكونكور وتقبلت بيلوت. ما مشيتش بيلوت على خاطر انا الضغط اللي كنت نعمل فيه على روحي كان اناف من اني زيد نمشي نزيد بيلوت. معناها I was already stressed from myself. I was not going to get stressed from an environment. So I said no and I'm not going. There was a girl who took my place and she went to her dream. She just wanted to pursue her dream في البيلوت. لا تطورت طبيبة. That's really good for her. And I don't regret that decision. بغير الكوليج it was awful. But I want to skip it. لا موينات عجبوني ولا بروفيت عجبوني ولا I had fun ولا تبعت والمشاكل Septième, 8e, 9e, they deserve a whole series متاع horror, psychological, crime في مخي. I really hate those years. I hate them مش خاطر I didn't move on، خاطر I think they're worthless. They did shape me, they did make me another person, they did help with the person that I am today. They're so bad. بديت أتوتر الحياة بس 7 8 9 وفي الليسي كنت I was trying to get back to studying بالحاجات اللي أنا بعدوني مش على القراية، بعدوني على التركيز معناها. I was trying to get back to studying. ضيعت المات في 9e année دونك حاولت إني نرجعه. Effectivement
I met the second teacher اللي انا تو ما ننساهش، اللي هو بروف المات نتاعي اللي بدا قال لي فيها من دوزيام اني. بعد دخلت نقرا عنده ايتود على خاطر حسيت روحي باش نضيع في المات، وكي نضيع في المات باش نضيع في برشا حاجات. دونك دخلت دوزيام تروازيام والباك كنت ايتود عنده، ودوزيام قراني هو. ويمكن الايتود الوحيد اللي جاب نتيجه، معناها جاب نتيجه بالحق نتيجه فارقه، واللي انا ام سو جلاد اللي انا قريته، وام سو جلاد اللي هو تبعني من دوزيام اني حتى للباك وسع باله معايا، و I did my best وجبت 16 موين في الباك. عام الباك نتاعي كان ياسر صعيب، نحكيوش على بريمير دوزيام تروازيام خاطر المشاكل والهم والليسي اللي انا عرفت كل فريندز و they're not friends، وعبيد تعرفوا مش يعملوك في المشاكل، وعبيد درت شنو يعني it was disturbing. الليسي بالنسبة لي انا ماهوش good memory. I did not make long lasting friends في الليسي. My only one lasting friendship was من الروضة الثانية مش الروضة الأولى اللي هي it's still going وإن شاء الله it goes on forever. الليسي ماهوش أحسن memory for me، الباك ماهوش أحسن memory اللي هو يمكن يتحكي عليه زادا في episode وحده. I spent the first half نتاع الباك thinking إني مش نعمل الباك تونس باش نخرج لبرا باش نمشي نقرا حاجة أخرى like this is what I had in mind. وعديت النص الثاني with a very critical health issue that I did not go للليسي for 3 months. كي نمشي I would be in hella amount of pain. I could not focus which actually affected الفيزيك أكثر من معرفش علاش. The only subject اللي أثر بالحكاية دي هو الفيزيك. باغ كونتخ المات أنا ديجا عندي الباز وسافا نقرا في ليتودات، والسيونس سافا على الآخر جبت فيهم نوتات باهيين. جبت 18.75 في السيونس وجبت 18.75 في المات. دونك هذوما زوز كانوا عرفت كلي شديتهم الفيزيك جبت 11. وني حدا باك 2021 يعرفك الكا هذيك كا كونسونطراسيون it was so awful. في الاورينتاسيون انا ما كنتش فاهمه جو شي بوبليك، وما كنتش نعرف معناها اورينتاسيون، ما كنتش نعرف معناها سكور، كنت نعرف حتى شيء على الحكايه هذيك. so sadly ما عرفت كيفاش نعمر، وانا اصلا عمرتها على اساس جوست عمرتها باش ما تبقاش فارغه، انا عارفه روحي باش نمشي نقرا في حاجه بليدي باش نمشي نشوف انا وقتها بعد شنو حبيت نعمل. عمرتها بالغلط، درت لي انا ترفضت من التبيس وقت اللي كنت نجم نمشي لها، اما على خاطر انا عمرت بالغلط والحاجه دي فقت بها كان عماول، انا عملت بالغلط دونك مشيت تبيس، مشيت لليو تي سي في سكرة. and as hell another 3 years of social disturbing events. اول حاجه مشيت لوجت عليها هي فاكت قريب لونجلي، لو تي سي ولا لام اس بي. مشيت لو تي سي خاطر لام اس بي الكري غالي في اللاك وشنقال في اللاك، عرفت كلي ياسر جادجمنت هكا واو ياسر. مشيت لو تي سي خاطرها في سكرة وتقريب لونجلي وتعديت بزنس باركور اونجلي at the end I liked it على الاخر. مش فاك I liked the course, I liked business, I liked learning about that stuff. رغم اني في البريمير اني كنت يمكن اكثر الوقت نبكي على خاطر مش نفهم في شيء، مانيش ايكو جيستيون انا سيكسيون سيونس، دونك it was really that. وحتى في الميجر اخترت فينانس، في ماركتينغ مانجمنت وفينانس، فما اتش ار ما هو ما يتقراش غادي. اخترت فينانس اللي هو اكثر حاجه انا نكرهها في حياتي واكثر حاجه كرهتها في حياتي. وانا نقول ديما في البريمير اني في الليسي كي يحكيو لي على ايكو جيستيون شنو فينانس نقول اكثر حاجه نكرهها فينانس وما تصورش روحي نقرا في فينانس. في الاخر اي ميجرد ان فاينانس واي اكسلت فيها وجبت موين باهي على الاخر 17 قويه close to 18. I ended up في فينانس. بعد الفينانس بعد القرايه هذيك في الفاك جاي الوقت اني نختار شنو ندخل ماستر ولا. and I realized that life ماهيش about القرايه. after 18 years بالقرايه when I go back ونتفكر الحاجات اللي صاروا قبل، نتفكر القرايه الكل، مثلا نقول في مخي علاش انا مجربتش نخرج اكسكلو، ما خرجت اكسكلو حتى مره. رغم اللي في الفيديو هذايا لب الحكايه ماهوش القرايه ولا ديكسبيريونس بيرسونيل كهو نتاعي انا اللي انتوما قعدتوا تسمعوا فيها الكل، لكن حبيت نعطيكم لمحه من الباركور هذايا باش تعرفوا انا علاش باش نقول لكم الكلام هذايا. انا تمنيت لو كان في الباركور نتاعي جربت برشا حاجات،
لو كان عطيت من وقتي برشا حاجات اخرين، كيما اني في عوض ما نقرا من 8 ل 6 وبعد يا نقعد في الدار نعاود نقرا ولا نمشي نعمل ايتود، راني مشيت عملت كونسيرفاتوار، راني كملت في التياتر، وراني لوجت مستقبل زيادة في التياتر، حتى وكان هو السايد هاسل ولا السايد هوبي ومش الحاجة اللي باش نعملها برانسيبالمون كخدمة ومش حاجة باش نقراها في المعهد العالي. تمنيت لو كان ما همنيش في العباد هذوكم وقتها ان سيغتان مومون، وقتي انا كان يهمني شوية انه يكون عندي اصحاب، حاولت نعطي من عندي، حاولت I care about other people، حاولت نعاونهم، حاولت I relate to them، رغم اني ما كانش هذيك حاجه ياسر امبورطونت باش اني نعيشها. كنت نجم في عوض نقعد محصوره في الانفيرونمون هذاك نتاع كوليج سورتو في الثلاث سنين هذوك، كنت نجم نمشي كوميونيتي اخرى، نجرب سوشيال سيركل اخرى في كلوب خارج الليسي وخارج الكوليج. تمنيت كان ما عطيتش برشا قيمه وقدر لك درس تاريخ وجغرافيا، تمنيت كان ركزت مع المواد اللي انا نحبهم اكهو. صحيح الاخرين نجم نقراهم ونجيب فيهم نوت، لكن ما كرنيش خليتهم يستريسيوني لك الدرجه. هذا مش معناه انكم ما يلزمكمش تقراو، انا نحكي على درجه التوتر والقيمه اللي تعطيها للحاجه. صحيح نقراها وصحيح نجيب فيها حاجه باهيه، لكن علاش نوتر في روحي على تاريخ وجغرافيا؟ علاش نوتر في روحي على حاجه انا باش نستعملها في حياتي؟ كي وترت روحي على المات حسيت لي انا بالحق استعملته في حياتي وقت مشيت للفينانس، خاطر لقيت روحي مرتاحه، لقيت روحي وقت يحكي معايا البروف نجم نفهمه ونجم نكمل في اللي انا نحبه. المات مثلا حسيته اللي هو يعاوني برشا في حياتي، دونك كي انا ركزت معاه وخدمت عليه مش مشكله، التعب هذاك ما نتفكروش ومش لازم اني نتفكروا، وانا باش يقعد لي حاجه خايبه. الحاجه اللي انا عملتها به اني ما ركزتش مع الفرنسي على خاطر التو مانيش نستعمل فيه، دونك علاش انا باش نركز وعلاش باش نمشي نقراه؟ انا ديما كنت غايبه فيه. هذا ما يمنعش لي انا كنت نجيب فيه نوت خايبه، لاني كنت نجيب فيه 14 15، ما نجيبش فيه لا 9 ولا 5 ولا 1. فما فرق انك تعطي قيمه لحاجه انك تخدمها ولا ما تخدملهاش، مش معناه يلزمك ما تخدملهاش. الباك راهو حاجه ماهوش نهايه الحياه، بالعكس هو بدايه برشا حاجات، ماهوش معناها باش تمشيله او باش توصله على اساس انه هو حاجه ياسر كبيره. يلزمك جوست تخدمله باش تنجح فيه، ما تحقروش، لكن زاد ما تخليهش يحقرك، ما تخليهش حاجه انها تحقرك وتحقر مجهوداتك وحاجه تخليك ستريس وتمشي لها الصباح وانت كرشك توجع وما فطرتش. لا هو صحيح حاجه مهمه في السكور، لكن مش حاجه باش انك تعمل عليها القلق هذا الكل. خليوا البروفيت اللي انتم تحبوهم في مخاخكم، تركزوش مع البروفيت الخايبين، وما صحيح باش يقعدوا لكم فكره ياسر خايبه وميموري ياسر خايبه في مخاخكم، واش تفكروا العباد باهيه. كيما انا نتفكر بروف العربيه في سيزيام اني، ونتفكر بروف المات نتاعي اللي عاوني باش في الباك جبت ماين باهي، وحتى في الفاكولتي باك الباز هذاك كنت ياسر متقدمه في اللي نعمل فيه. وبروف زاد اللي عاوني في البي اف او كان مونكادور نتاعي اللي هو قال لي ما تستريسيش على خاطر القيمه والقدر اللي تعطي فيه، راك تنجم تجيب الموين وتنجم تجيب النوت الباهي، علاش تستريسي في روحك؟ قال لي انا متاكد ان انت باش تجيب 18 ونص. افكتيفمون جبت 18 ونص وكنت نجم ما ستريسيش روحي. الستريس هذيك ما زادني حتى شيء، خاطر هذوكم قدرات يجيبوا لي النوت هذيك. في الباركور هذا الكل حبيت نشكر 3 بروفات وبروفة المسرح، دونك هما 4 ان توتال. وكاينكم انتم مازالتوا تقراو وتتبعوا فيا الفيديو هذايا، راهو ماهوش قاعد يقول لكم ان الحياه مازماش قرايه، بالعكس قرايه حاجه ياسر امبورتنت، ما تعطيوهاش حجم اكثر من حجمها. نعرف اني صعيب وقت انت في المرحله هذيك من عمرك حياتك تتمثل في القرايه، تجي الصيف ترتاح وبعد لازمك ترجع تقرا، اما شوف حياتك ماهيش فريمون قرايه كهو. برا شوف، جرب معرفش اعمل كودينج، جرب اعمل مسرح، اعمل موسيقى، حتى كان ما عندكش وقت حاول القى الوقت، خاطر هذيك اللي باش يقعد لك. شوف حياتك في بلاصه اخرى، ما تخليش السوشيال سيركل نتاعك تقتصر على الفاك وعلى الليسي ولا على الكوليج ولا على البريمير، ما تخليهاش هذيك السورس الوحيده نتاع الاجتماعيه نتاعك او نتاع انك تحاول تكون اجتماعي. بركشي تعجبك وتولي بالحق اجتماعي وتبدل من رايك وتبدل من فكرتك للدنيا. وكان من الاصحاب كان بالحق ربي كتب لك باش انك تلقى صاحب باهي ولا صاحبه باهيه، هاكا خليها، واللي ما يعينوش باش يكون عبد باهي معاك من غير ما تتحسر عليه، على خاطر كان قعد في حياتك راهو مش زاد ظلمك،
راهو ظلمك وظلم لك وقتك وراهو حياتك الكل دخلت في حيط. فانا رساله للشباب الكل اللي ما عادش في حياتي واللي بالحق ضروني، مش اللي ما عادش في حياتي كرهو، ضروني وقتها دون لو طون. كلهم شكرا على تجارب الحياه هذه، وانا فرحه ومسروره وسعيده اني توكي نصجركم نفرح. القرايه بالنسبه لي انا الميموري نتاعها 80% خايبه، لكن 20% الباهيين واللي انا طلعت بالحق بشهاده ما يسالش، حتى كان الشهاده هذيك مازالت ما حلتليش البيبان ومازلت ما خدمتش بها ومازلت ما لقيتش فيها الهابينس نتاعي ولا الزون دو كونفور نتاعي ولا حاجه بالحق تكون رونتابل ليا انا، لكن ما يسالش. وصلت وانا مرتاحه. وما تصعبوش الدنيا، ما يسالش وتصرفوش برشا زيادة، على خاطر العلم بصراحه ما يتقاسش بالفلوس. فايدة في جودة التعليم وتنجم تلقاها حتى من غير برشا فلوس. هذه يمكن نصيحة بالحق اللي حبيت نقولها في الآخر. دونك عيشوا حياتكم، تخليوش القراية 100% في مخاخكم. راي كي خليتها 100% من حياتي it was catastrophic. وهذيك يمكن الحاجة الوحيدة اللي ندمت عليها. اقراو على رواحكم وخذوا الحياة as simple as it is، خاطر من بعد باش توليو تعيشوا في حاجات أخرى. مش على خاطر الحياة خايبة، على خاطر society is hard to deal with. كانت هذه الحلقة الثانية من The Magic Circle Musing Podcast اللي هو تحول لتوك شو، راهو خاطر ما يشبه جمل السيزون الأولانية. وكلا عادة نستنى منكم كومنتاريكم، على خاطر ما فماش purpose للفيديوز هذوما كان ما نلقاش لي كومنتار مضبوطة، ما نلقاش آرائكم وما نلقاش تجاربكم. وزاد لازمكم تعملوا سبسكرايب باش يجيكم الفيديوهات اول باول. تنجموا زاد تفعلوا الجرس في الشين من روتا. You should follow me also on Instagram and on TikTok, although I'm more present on Instagram. كيما نقول لكم كل مرة، مادامكم كملتوا، مادام يستحقوا في الكوميونيتي نتاعي، مادام يلزمكم you join our community في الانستغرام. ونتلاقاو في حلقة قادمة وإن شاء الله كل مرة من حسن إلى أحسن. باي باي. See you soon.